بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة علوم الحياة والأرض SVT، يسرنا أن نقدم لكم الجزء الثاني من درس الخبر الوراثي، طبيعته وآلية تعبيره. إذا تطرقنا في الجزء الأول إلى مكان تموضع الخبر الوراثي والانقسام الغير مباشر ودوره في نقل الخبر الوراثي من خلية إلى أخرى، وتطرقنا إلى الطبيعة الكيميائية للأدين للجزء الحاملة للخبر الوراثي اللي هي الأدين. إذن الآن سنتطرق إلى جزئين رئيسيين: الجزء الأول الأدين وعلاقته بالصبغي، والجزء الثاني الدورة الخلوية، ثم بعد ذلك مضاعفات الأدين. إذن أولا سنبدأ بالأدين وعلاقته بالصبغي. إذن سندرس هذا الجزء انطلاقا من هذه الوثيقة. إذن في المقام الأول نلاحظ بأن أن خييط الأدين المضاعف الذي يتكون من لولبين يلتف حول نوع من البروتينات عندنا ملونة بالوردي، يلتف حول هذه البروتينات ليكون ما يسمى بالنيكليوزوم، وهذه البروتينات تدعى الهستونات. إذن النيكليوزوم هو خييط ADN يلتف حول بروتينات تسمى بالهستونات. إذن عند التفاف ADN حول الهستونات نحصل على ما يسمى بالنيكليوزوم. إذن خياط ADN طويل جدا، وبالتالي تكون هناك سلسلة من النيكليوزومات. إذن الرقم 4 هو تسلسل أو سلسلة للنيكليوزومات. هذه السلسلة النيكليوزومية تلتف حول نفسها وتتقارب الهستونات فيما بينها ليتكون ما يسمى بالخييط الصبغي. الخييط الصبغي هو الآخر يتلولب ويلتف حول نفسه ليشكل الصبغي. إذن الصبغي هو عبارة عن صبيغيين يرتبطان على مستوى منطقة تسمى بالجزيء المركزي. إذن كاستنتاج أو كخلاصة لهذا المحور، فإننا سنقول بأن الصبغي هو عبارة عن ADN زائد هستونات، إذ أن الADN في المقام الأول يلتف حول هذه الهستونات ليشكل ما يسمى بالنيكليوزومات، فتتكون سلسلة نيكليوزومية التي تلتف حول نفسها لتكون الخييط الصبغي. هذا الخييط الصبغي يتلولب حول نفسه ليشكل الصبغي. هذا الخييط الصبغي يلتف حول نفسه ليشكل الصبغي. إذن الصبغي هو عبارة عن ADN ملولب ومكتف إلى حد أقصى. هذا التكتف أو هذا التلولب تم بفعل تدخل الهستونات أو بروتينات تسمى هستونات. إذن الآن سنتطرق إلى الدورة الخلوية. إذن الدورة الخلوية كتعريف هي المدة التي تستغرقها خلية إن حدثت لتوها من انقسام غير مباشر لتعطي خليتين بنتين مشابهتين لها وراثيا. إذن الدورة الخلوية الأولى هي هذه خلية يلا جات من انقسام خلية بنت، استغرقت مدة لتنقسم هي الأخرى وتعطي خليتين بنتين. إذن هذه خلية بنت يلا جات من الانقسام، لكن أصبحت الآن خلية أم فانقسمت وأعطت خليتين بنتين، ونفس الشيء لهذه الأخرى. إذن
وبالتالي نصل إلى مفهوم الدورة الخلوية. إذن الدورة الخلوية هي المدة التي تستغرقها خلية بنت إن انحدرت لتوها من انقسام غير مباشر لتعطي خليتين بنتين مشابهتين لها وراثيا، وذلك لأن الانقسام الغير مباشر يحافظ على ثبات الخبر الوراثي. إذا الآن سنتطرق إلى تغير شكل الصبغيات خلال دورة خلوية. إذا عندنا دورة خلوية، إذا المرحلة G1، المرحلة S، المرحلة G2، المرحلة P اللي هي التمهيدية، المرحلة M اللي هي الاستوائية، المرحلة A اللي هي الانفصالية، المرحلة T اللي هي النهائية، ثم نعيد G1 S G2 P M A T ونفس الشيء ونعيد كذلك. إذا نفس الدورة تعيد نفسها مرات متعددة. إذا نبدأ الآن بشرح هذه المراحل. إذا في المرحلة G1 نلاحظ بأن الخييط الصبغي هو عبارة عن خييط دقيق وطويل. إذا قلنا طويل يعني أنه غير ملولب، إذا قلنا قصير أنه ملولب. شفنا التلولب قبل قليل. إذا هذا طويل ودقيق في المرحلة G1. في المرحلة S نلاحظ أن هذا الخييط الصبغي يتضاعف على مستوى بعض المناطق. في المرحلة G2 تمت مضاعفة الخييط الصبغي وأصبح لدينا خييطين صبغيين يرتبطان على مستوى تسمى بالجزيء المركزي. في المرحلة P نلاحظ بأن هذا الخييطين الصبغيين ملولبين، بدأ التلولب والتكتف، لكن هذا التلولب وهذا التكتف لم يصل بعد إلى حده الأقصى، وإنما وصل إلى حده الأقصى خلال المرحلة M. المرحلة P هي المرحلة التمهيدية اللي كنقولوا فيها، اللي قلنا فيها في المميزات بداية تحول الصبغين إلى صبغيات. إذا هنا بالفعل راه هناك بداية لتشكل الصبغيات عن طريق تلولب الصبغين. إذا في المرحلة M التلولب وصل إلى حده الأقصى وتشكل لدي صبغي. في المرحلة A الانفصالية، إذا M الاستوائية، في المرحلة A الانفصالية انفصل الصبغي إلى صبيغيين. إذا عندنا كل صبيغي يهاجر نحو أحد الخليتين. في المرحلة T نلاحظ أن الخييط أصبح الآن دقيق وطويل، أي أن هناك إزالة للتلولب والتكتف. ثم في G1 أصبح الخييط طويل جدا ودقيق لأن هناك إزالة التلولب بشكل تام. المرحلة S مرحلة التضاعف من جديد. ثم G1 نهاية التضاعف وأصبح لدينا خييطين يرتبطان على مستوى الجزيء المركزي. ونفس الشيء ستعيد P نفسها بداية التلولب، لكن هذا التلولب وهذا التكتف لم يصل بعد إلى حده الأقصى، وإنما سيصله خلال المرحلة M الذي يتشكل فيه ما يسمى بالصبغي، الذي يتكون من صبغيين يرتبطان على مستوى الجزيء المركزي. الانفصالية انشطار الصبغي على مستوى الجزيء المركزي ليعطي صبيغيين. إزالة تلولب الصبيغي الذي يشكل خييط غير ملولب. ثم G1 إزالة التلولب بشكل كلي، وهكذا دواليك. لكن سنستثمر كذلك هذه الوثيقة لنستخرج مراحل الدورة الخلوية. إذا T النهائية، A الانفصالية، M الاستوائية، B التمهيدية.
إذا التمهيدية والاستوائية والانفصالية والنهائية كلها مراحل الانقسام الغير مباشر. إذا يمكن تقسيم الدورة الخلوية إلى مرحلتين: مرحلة الانقسام الغير مباشر بما فيها التمهيدية والاستوائية والانفصالية والنهائية، ثم مرحلة السكون اللي فيها G1 التي تتميز بعدم تلولب الADN، S التي تتميز بعدم تلولب الصبغين، إذا S التي تتميز بتضاعف الخييط الصبغي ليشكل خييطين دقيقين وغير ملولبين وطويلين خلال المرحلة G2. وخلال المرحلة B من الانقسام الغير مباشر، أي المرحلة التمهيدية من الانقسام الغير مباشر، يبدأ تلولب الصبغين ليشكل الصبغيات. الآن نتطرق إلى تطور كمية الADN خلال دورة خلوية. إذا كما قلنا بأن الدورة الخلوية تتكون من مرحلتين: مرحلة الانقسام الغير مباشر التي يرمز لها ب M، ومرحلة السكون. إذا نعيد: تتكون الدورة الخلوية من مرحلتين: مرحلة الانقسام الغير مباشر ومرحلة السكون. مرحلة السكون تتكون من G1 و S و G2. المرحلة G1 هناك استقرار لكمية الADN. خلال المرحلة S هناك ارتفاع كمية الADN. خلال المرحلة G2 هناك استقرار لكمية الADN. وخلال المرحلة M هناك انخفاض لكمية الADN. في G هناك استقرار. في S لكن استقرار في القيمة 7.6 التي سنسميها ب K. إلا ضربنا هاد 7.6 في جوج غتعطي لينا 14.6، إذا غنسميوها 2 K. إذا هناك استقرار لكمية الADN في K. وخلال المرحلة S ترتفع كمية الADN من K إلى 2 K، أي أنها تتضاعف. ثم خلال G2 تستقر في 2 K. وخلال المرحلة M تعود من 2 K إلى K. إذا إذا لاحظنا أن ما هي المراحل التي تتغير فيها كمية الADN، هي المرحلة S تنتقل فيها من K إلى 2 K، والمرحلة M تنتقل فيها من 2 K إلى K. يعني العكس ديال المضاعفة هو الانقسام. إذا الدورة الخلوية فعلاقتها مع تطور كمية الADN هي مرحلتين: S و M. S تضاعف كمية الADN، M اختزال كمية الADN. إلا بغينا نقولو رغم أن الاختزال ممكن نفهموه بشي حاجة أخرى، أو غنسميو اختزال كمية الADN إلى من 2 K إلى K. إذا الآن سنتطرق إلى آلية مضاعفة الADN. إذا سنلاحظ هذه المضاعفة من خلال هذا الفيديو. إذا réplication de l'ADN، مضاعفة الADN. إذا كل كائن حي يتكون من مجموعة من الخلايا. إذا هذه هي خلية وهذه هي النواة. هذه الخلايا تتعرض لانقسامات غير مباشرة ليتكاثر عدد الخلايا. على مستوى نواة كل خلية هناك صبيغيات. هذه الصبيغيات في مرحلة من المراحل تتعرض للتضاعف فتعطي صبغيات. إذا الآن عندي تضاعف فأصبحت لدي صبغيات، وهذا الصبغي يتكون من صبيغيين يرتبطان على مستوى الجزيء المركزي. إذا هناك تضاعف الADN هو عبارة عن لولبين. غتشوفوا الخصائص ديال هذا اللولب، هذين اللولبين. إذا عندي هنا الريبوز ناقص الأكسجين، إذا هذا الكربون رقم 3، إذا هذا اللولب هو 3 بريم. إذا ثم عندي
الريبوز ناقص الأكسجين عندي قاعدة أزوتية ثم الحمض الفوسفوري. إذا هنا عندي ما يسمى بالنيكليوتيد. قلنا كل لولب هو تسلسل للنيكليوتيدات. إذا هذه النهاية 5 بريم لأن آخر كربون هو 5 بريم، ثم هذه 5 بريم لأن آخر كربون هو 5، ثم 3 بريم لأن آخر كربون هو 3 بريم. قلنا بأن اللولبين يكونان متضادي التوازي. إلا كان هذا في الاتجاه ديال 3 بريم 5 بريم، هذا غادي في الاتجاه ديال 3 بريم 5 بريم. هذا 3 بريم 5 بريم من الأسفل نحو الأعلى، وهذا من الأعلى نحو الأسفل 3 بريم 5 بريم. والخاصية الثانية هي خاصية التكامل ما بين القواعد الأزوتية. الجي والسي 3 روابط هيدروجينية، أو تي رابطتين هيدروجينيتين. إذن الآن سنتطرق إلى كيف يتم تضاعف الأدين. إذن عندنا لولبين قديمين. في مرحلة من المراحل يفترق اللولبين القديمين. إذن بعد افتراق اللولبين القديمين يتم تركيب لولب جديد بالنسبة لكل لولب قديم، مع الحفاظ على خاصية التوازي المضاد وخاصية التكامل ما بين القواعد الأزوتية. إذن لكل لولب قديم يتم تركيب لولب جديد، لذلك تسمى مضاعفة الأدين بالمضاعفة النصف محافظة، أي أن في كل جزيئة جديدة هناك نصف قديم ونصف جديد. هذه الجزيئة الجديدة فيها نصف جديد ونصف قديم، إذا نسميها بالنصف المحافظة. إذا هنا نشوف خاصية التكامل. إذا الآن سنتطرق إلى كيف تتم مضاعفة الأدين بشكل جزيئي. إذا البروتين الأول الذي يتدخل في المضاعفة يسمى بالهيليكاز، وهو الذي يفرق ما بين اللولبين القديمين. إذا نرد البال غير الهيليكاز. الهيليكاز هو بروتين، هو أنزيم يفرق ما بين اللولبي الأدين. إذن ثم الأدين بوليميراز. الأدين بوليميراز دائما يعمل في الاتجاه 3 بريم 5، في الاتجاه 5 بريم 3 بريم، أي أنه يضيف دائما نيكليوتيدات جديدة بالنسبة للنهاية 5 بريم، بالنسبة للنهاية 3 بريم. إذن يعمل دائما في الاتجاه 5 بريم 3 بريم. إذن شوفوا معايا دابا إلا زدت هذا، كل ما هذا غيزيد لقدام هذا غيزيد معاه لقدام، لأنه يعمل في الاتجاه 5 بريم 3 بريم. الآن سنلاحظ بالنسبة للولب الثاني. إذا هذا لولب كيرجع للور، ماشي لا يركب، هذا يركب نحو الأمام. كل ما زدت هذا بالقدام هذا غيزيد. إذا نشوف، إذا هذه الاستطالة في هذا اللولب تسمى بالاستطالة المتواصلة، لأنها لا تتوقف. وهذه الاستطالة عبر هذا اللولب تسمى بالمتقطعة، لأنها تتم عبر أجزاء. إذا الأدين بوليميراز انتهى دوره. إذا ثم غيجي الليغاز الذي يقوم بالربط ما بين أجزاء أوكازاكي. إذا هذا هو الليغاز بالأبيض، غنركزوا على الأبيض والوردي والأخضر اللي هما 3 اللي كنعرفوا في المستوى ديال البكالوريا. إذا أعيد استطالة
متواصلة واستطالة متقطعة. إذن الاستطالة تكون متواصلة بالنسبة لأحد اللولبين وتكون متقطعة بالنسبة للولب الآخر. إذا دابا غنشوفو في رسم تخطيطي. إذا تتم مضاعفة الأدين بتدخل عدة أنظمات. أنظمة التفريق ما بين اللولبين يسمى بالهيليكاز، هو اللي عندي هنا. الأدين بوليميراز الذي يشكل اللولب الجديد انطلاقا من اللولب القديم ويعمل في الاتجاه 5 بريم، ها هي 5 بريم، ويعمل في اتجاه 5 بريم 3 بريم. وعندي إذا بالنسبة لهذا اللولب ستكون الاستطالة متواصلة، لأن هذا اللولب الجديد التركيب غادي في اتجاه عمل أنظيم الأدين بوليميراز، بينما هذا اللولب هو استطالة يتم عن طريق استطالة متقطعة، لأنه كيرجع له التركيب يتم من الأمام نحو الوراء. إذن وبالتالي الاستطالة تكون متقطعة، مما يؤدي إلى تركيب أجزاء أوكازاكي الذي يربطها أنظيم الربط أو الليغاز. نعيد. إذن الأنظمات المتدخلة هي الهيليكاز الذي يفرق ما بين اللولبين، ثم الأدين بوليميراز والليغاز الذي يقوم بالربط ما بين أجزاء أوكازاكي.